النهارده الجو كان محتاج شويه العدس دولت. عايزه اقول لكم طبعا اسكندريه ليل ونهار تلج، وشويه شتا بقى زروطوا الدنيا، وفي نفس الوقت سقع. وبقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اقول لكم اللي جبته النهارده. جبت نوعين دقيق. ده دقيق للفطير، وفي نفس الوقت اهو ده دقيق للفطير. كنت جايبه كيلو، قلت اعمل فطيرتين، ولما لقيت الجو كده. وده دقيق اللي ايه ده، آه اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بستر كريم ودقيق عشان هعمل جاتو. ديت ايه الفانيليا. وهنا جبت العدس، قلت هو النهارده لازم عدس. وجبت برضو حوالي نص كيلو فول، وجبت بطاطس وجزر لوزوم برضو ايه البيت نقلي ولا اي حاجة. والجزر ده انا جايباه صغنون كده. جبت حوالي زي ربع كيلو، قلت ايه هحط منهم على ايه على العدس اهو. يلا بقى كده نبدأه ونشوفه هنعمله ايه. طبعا غسلت بقى ايه العدس، وحضرت طبعا البصل والثوم اهم حاجة، وشوية كمون وطماطم وبصل والايه والبطاطسايه وجزرايه. وهو دول كده ايه الحاجات اللي هتحطيها في العدس. بصل وثوم وطماطم وجزر وبطاطس، هنحطهم على ربع كيلو العدس كده اهوت. ونديهم غلوة حلوة كده وجميلة، وايه عشان نتدفوا النهاردة. غليناه. وهنا كنت بفطر لسه، شوفي حطيت العدس وهنا كنت لسه بفطر. غلى بقى غلوة حلوة كده، وهسيبه بقى ايه يبرد عشان خاطر اعمله في الخلاط على طول. لازم طبعا يتضرب في الخلاط، ما عنديش هاند بلندر. هنا هوت كده هوت كان ابن بنتي جه وكان هو اللي بيصور اهو. زي ما انتوا شايفين كده هوت حطيته في الخلاط. طبعا يعتبر الطماطم هينزل منها قشر، فنضطر ان انا ايه هصفيها. لازم اعمله في الخلاط واصفيه. سهل جدا جدا العدس. وكنت بقى ايه محضره البصل عشان خاطر ان ايه نطش الطشه بتاعتنا. وكنت عايزه اعمله بالشعريه، لكن ما لقيتش عندي شعريه صراحه. لقيت عندي لسان عصفور بس ما ينفعش العدس تعمليه بلسان عصفور، تعمليه كده بشويه ايه الشعريه، بتدي نفس كده حلو. فعملته بقى كده ايه من غير شعريه. حطينا بقى ايه السمنه بقى كده ايه معلقتين سمنه كده حلوين زي ما انتوا شايفين. عبال طبعا ضربت في الايه في الخلاط الايه العدس بتاعنا. هنصفيه بقى كده دلوقتي اهو زي ما انتوا شايفين. لازم نصفيه عشان خاطر قشر الطماطم، لكن الجزر مش هيطلع منه حاجة، ولا البطاطس ولا البصل ولا الثوم اي حاجة. لكن الطماطم هي اللي بيطلع لها طبعا قشر، فبضطر ان انا ايه اصفيه. ده طبعا هي كان اول شفشة، ومرضتش ان انا ازوده قوي عشان خاطر هناكلوه بالعيش، مش هنسقي فيه. لا احنا ايه بناكلوه بالعيش. لما بيكون تخين كده بنغمسوه بيبقى حلو وجميل. حبينا ناكله كده هوت يعني ناكلوه بالمعلقة كده بيبقى ايه بيبقى حلو زي العسل. عملت الشفشق التاني اهوت زي ما انتوا شايفين. بس كده هوت. ورحت بقى ايه جبت بقى طبعا انا مخرطة البصل. فده يا دوبك غلى كده هوت. ورحت ايه جايبه ايه الطاسة، وحطيت برضو معلقتين سمنة كده هتشوفوا دلوقتي. عبال ما اصفي ده كده هوت. وبقول لكم بوريهولكوا هوت ان هو ايه لازم يتصفى اهو زي ما انتوا شايفين كده هوت. طبعا العدس مستحيل ان انت تعملي كده من غير ما تصفي ايه ابدا، لازم تصفي. بس اهو زي ما انتوا شايفين كده هوت. هسيبه بقى يغلي، واروح محضرة بقى ايه الطاسة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين قوامه حلو وجميل ولسه بيتقل يعني. انا سايباه تقيل ولسه برضو يعني هيتقل برضو ايه معانا تاني. هنا بقى حزومة دي طبعا كانت مدارية على الكمر. قلت له ايه معلش، رحت شايله منه كده اهوت ورحت ايه عاملاه. حضرت برضو هنا كده اهوت الطاسة، ورحت حاطه فيها معلقتين سمنة كده حلوين اهو زي ما انتوا شايفين كده.
وخليتهم بقى يقدحوا شويه عشان خاطر ايه هنحط عليهم البصل. اديله بقى ايه طشه كده حلوه وجميله، وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. الفيديو بتاعنا بسيط كده وجميل وخفيف ومش طويل، وقلت ايه افكركم بقى النهارده ايه بيقولوا النوة ديت هتقعد كام يوم، ربنا يسترها علينا يا رب كلنا وعلى أمة محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا البصلة لازم تتصفى، يعني ايه نخلوها صفرة كده شوية عشان خاطر نطشها طشة حلوة. واهم حاجة لازم السمنة تسيبيها مقدوحة حبة عشان خاطر لما تيجي تطشي البصلة كده تدي نفس وريحة حلوة كده ايه للبصل لما تيجي تحطيه عليه. اهي كده حلو كده اهوت. في نفس الوقت رحنا حاطينه كده اهوت على ايه، على العدس بتاعنا، بيدي نفس حلو وجميل. واهم حاجة ما تنسيش معلقة الكمون اللي انا وريتها لكم في الاول عشان خاطر تحطيها على ايه، على العدس. اهو زي ما انتوا شايفين كده ما بيحتاجش بهارات كتيرة ولا اي حاجة. ولو عندك بقى ايه معلقة سمنة بلدي كده حلوة حطيها، بتدي نفس حلو طبعا. حبيتي بقى ان انت تقلبي المعلقة كده اهوت او تعمليه في العيش ناشف، يعني خففي بقى ايه حبة كده على جنب، وتقمري بقى كده في البوتاجاز طبق كده اهوت حلو، وتعملي بقى ايه طبق فتة كده اهوت جميل وزي العسل. لكن احنا النهاردة هناكلوه بالعيش او زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وهيبقى تخين كده وجميل. انا ما رضيتش ان انا اخففه عن كده عشان انا ايه مش هعمله بالفتة، احنا ايه بناكلوه بالعيش. ولو الحاج عايز فتة هناخد حبة ونخفف له شوية ونعمل له ايه طشت بقى كده ايه بالفتة ديت. بقى هو العدس بتاعنا الحلو الجميل. بص القوام بتاعه حلو ازاي، زي العسل اهوت زي الفل، جميل وزي العسل اهوت اللي عايز تاكليه بالعيش. طبعا معانا بقى اللفت الجميل بتاعنا، واهم حاجة لازم البصل اهوت جميل لفتنا الحلو من غير الوان ولا اي حاجة. ومعانا البصل الحلو الجميل كده اهوت، ولقمة عيش بقى حلوة ومقمرة كده اهوت وتاكلي بيها. وده كان فيديو بتاعنا النهاردة، ويا رب يكون خفيف على قلبكم، ويعني مرضتش ان اطول معاكم اكتر من كده. يا رب يكون فيديو عجبكم. وشوية عدس زي العسل زي ما انتوا شايفين، ومع البصل بقى كده هوت اهم حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.